حنبدأ بسلسلة مشروبات الشتاء، واليوم حنسوي بودرة وطريقة تحضير المشروب الشتوي الأول السحلب. اضغط على الاشتراك وعلى اللايك ويلا نبدأ. أول شي راح نجهز بودرة السحلب. حنحتاج نص كوب حليب بودرة، نص كوب سكر بودرة، نص كوب دقيق الرز أو بودرة الرز، ملعقتين كبيرة من النشا أي نوع متوفر عندكم. أنا استخدمت نشا الذرة، ظرف دريم ويب أو كريم شانتيه، ملعقة صغيرة فانيليا، وربع ملعقة صغيرة من المستكة. نخلط كل المكونات سوا. بعد كده رح نخلها أو نغربلها للاحتياط. عادة تكون في تكتلات في السكر أو في باقي المكونات، ممكن ما تذوب بعدين وتصير مزعجة أثناء ما تشرب السحلب. نرجع مرة تانية نتأكد ونخلطها مظبوط. بعد كده في برطمان يكون نظيف وجاف رح نحفظ بودرة السحلب نستخدمها وقت ما نبغى. حنسوي كمية تكفي لشخص واحد. رح أضيف كوب حليب وملعقة كبيرة وشوية من بودرة السحلب وكمية السكر على حسب الرغبة. حنحرك ونذوب السحلب والسكر تماما قبل لا نفتح النار. بعد كده نفتح نار متوسطة ونستمر بالتحريك وما نوقف أبدا، عشان ممكن يتكتل على القدر من تحت وما نقدر نتخلص من التكتلات بسهولة. لما يوصل لذا القوام نرفعه من النار وعلى طول على كوب التقديم مباشرة، ونحط الإضافات اللي نحبها اللي بعادة تكون مكسرات. أضفت الفستق المجروش والقرفة طبعا معروف كيف تدفي في الشتاء، واللوز المجروش. ممكن نضيف أي نوع مكسرات نحبه. وبس كده نقدمه مباشرة وهو حار. من جد المشروب مو مشهور في الشتاء على الفاضي، والبودرة اللي سويناها أطعم من البودرة الجاهزة بكثير. لازم تجربوا الوصفة. اليوم حنسوي الدلقونة كوفي ب3 نكهات بسيطة وسهلة تدفينا في برد الشتاء. اضغطوا على الاشتراك وعلى اللايك ويلا نبدأ. أول شي حنحضر كمية رغوة الدلقونة كاملة. حنحتاج 3 ملاعق سكر، 3 ملاعق قهوة سريعة التحضير زي النسكافيه مثلا، و3 ملاعق موية فاترة عادية. أهم شي ما تكون الموية حارة. لو ملاحظين مقادير المكونات زي بعض بالملي، 3 ملاعق من كل مكون، وهذا الشي ضروري عشان تنجح معانا الرغوة. ممكن نسوي كمية كبيرة، كوب موية مع كوب سكر مع كوب قهوة، ونحفظها في برطمان محكم الإغلاق في الثلاجة، ونخرج الكمية اللي نحتاجها في كل مرة. بعد كده بالمضرب الكهربائي أو اليدوي نخفق لمدة 5 ل 6 دقائق. بالمضرب اليدوي راح ياخد وقت أكتر طبعا. حتلاحظوا اللون بدأ يفتح والكمية حتتضاعف، وهذا هو القوام المطلوب، ثقيل ومتماسك. نبدأ بأول نكهة، الدلقونة بالفانيليا. راح أضيف ملعقة صغيرة من سيرب الفانيليا، وقبل كده سوينا طريقة سيرب زي القهوة ب3 نكهات، الرابط حيكون في صندوق الوصف. وسكر على حسب الرغبة، مع إنه الرغوة فيها سكر بس لما نضيفها مع الحليب راح يكون السكر مرة خفيف، وعلى الأغلب نحتاج نزيد ملعقة صغيرة أو نص ملعقة سكر. كوب حليب حار، وآخر شي نضيف الرغوة بالكمية اللي نبغاها. أنا حطيت حوالي 2.5 ملعقة تقريبا. وبكده يكون جاهز عندنا دلقون الفانيليا. لثاني نكهة حاخد شوية من الرغوة 2 ملعقة تقريبا، وأضيف عليها ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام، ونقلب بهدوء عشان لا تفقد الرغوة قوامها الثقيل. حضيف الحليب الحار مباشرة على كوب التقديم، وعليه رغوة القهوة بالشوكولاتة، وحيطلع معانا الشكل الجميل هذا. لآخر نوع هحتاج كراميل دولسي دي ليتشي، وقبل كده سوينا طريقته كمان، الرابط حيكون تحت في صندوق الوصف. راح أحطه على جدار الكوب بهذه الطريقة للشكل بس. ممكن نحطه على الكوب مباشر ونذوب معاه الحليب. نضيف كوب حليب حار ورغوة القهوة في النهاية. وبس كده حنكون حضرنا 3 أنواع بأبسط طريقة، وكل نوع ألذ من التاني. في الجزء الثالث من سلسلة مشروبات الشتاء، اليوم حنسوي المشروبات الدافية الأساسية، الشاي العدني وشاي الكرك. حنسوي المشروبين بألذ وأفضل طريقة ونشوف الفرق اللي بينهم. اضغطوا على الاشتراك وعلى اللايك ويلا نبدأ. أول شي حنحضر شاي الكرك. على النار راح أضيف 2 إلى 3 سكر، هيل أو هبهان، قرنفل أو مسمار، عود قرفة، ورشة زعفران، ونسيبهم على نار هادئة لين ما يتكرمل السكر. نتأكد النار ما تكون عالية عشان لا ينحرق السكر ويصير طعم الكرك مر بعدين. بعد ما وصل لدي المرحلة راح أضيف كوبين موية مغلية. السكر المكرمل المتكتل على القدر راح يذوب لحاله مع الوقت. ونضيف 2 كيسان شاي أو 2 ملعقة كبيرة شاي من النوع الجيد.
ونسيبه يغلي من 5 ل10 دقائق. آخر شي راح نضيف الحليب المبخر أو حليب الشاي. كثير منكم يسألوا إيش هو الحليب المبخر لما أستخدمه في الوصفات. حتلاقوه متوفر في كل البقالات بأكثر من نوع، ومكتوب عليه حليب مبخر أو حليب مركز. نضيف الحليب على الشاي ونسيبه يغلي دقيقة أو دقيقتين، ونتأكد من وزنة السكر كمان، ونضيف زيادة لو حابين. نصفي الشاي من البهارات وأكياس الشاي، وبكذا يكون جاهز عندنا ونقدمه مباشرة. لو أنتم من محبين الشاي المليان بالنكهات المختلفة، لازم تجربوا شاي الكرك بهذه الوصفة. الوصفة الثانية حيكون الشاي العدني، حنسويه مباشرة في البراد. حضيف كوبين موية وهيل وقرنفل. أهم شي في الشاي العدني الهيل، ويكون مركز. القرنفل اختياري، ممكن نستغنى عنه لو ما نبغاه. ملعقة كبيرة شاي من النوع الجيد كمان أو كيس شاي، وكمية السكر المرغوبة، ونسيبه يغلي ل10 دقائق. كل ما زاد الوقت كل ما كان أثقل ومركز أكثر وطعمه ألذ. بعد كده حضيف علبة من الحليب المبخر كمان، ونعطيه دقيقة أو دقيقتين يغلي، وبس كده نرفع من النار ونقدمه مباشرة. لو أنت من محبين الشاي بنكهة الهيل المركزة، لازم تجربوا الشاي العدني. لو حبيتوا الفيديو واستفدتوا منه، ياريت تضغطوا على الاشتراك وعلى اللايك، وتشاركوا الفيديو كمان. أشوفكم في فيديوهات جاية، ومع السلامة.